ممكن تقولوا لي إزاي بتروحوا تشتروا الكريب بالأرقام الخيالية دي لمّا ممكن تعملوه في البيت بأقل من ربع التكلفة؟ النهارده هاقول لِك إزاي تعملي كريب المحلات الأصلي، إزاي تضبطي العجينة، إزاي تضبطي المقادير بالملي علشان تطلع معاكِ مضبوطة كل مرة. النهارده هنعمل كريب المحلات الأصلي، حشوتين الأشهر والأكثر طلبًا، هنعمل حشوة فراخ مقرمشة أو بانيه مقرمش يجنن، وحشوة صدق شرقي تحفة أوي. هاقول لِك على سر عجينة الكريب الطرية اللي عمرها ما هتنشف منِك، بمقادير مضبوطة بالملي، ومن أول مرة أوعدِك هتبقي أستاذة فيها. لايك وشير للفيديو ويلا بينا نبدأ في المقادير والطريقة على طول. أول حاجة هبتدي بيها هي عجينة الكريب. هيكون عندي 5 كوبايات من الدقيق، يكون دقيق جميع الأغراض، وكمان عندي معلقة كبيرة من السكر، وكمان عندي معلقة صغيرة من الملح. عجينة الكريب دي هتنفع معاكم في الحلو وفي الحادق، هتمشي معاكم، يعني مش بيبان فيها السكر قوي ولا يبان فيها انها مالحة. وكمان هضيف ظرف من الفانيليا، ممكن تستغنوا عنه خالص لو مش بتحبوا طعم الفانيليا في عجينة الكريب، بس لاني انا هحط بيضة فلازم احط فانيليا او خل، يعني ممكن نستبدل الفانيليا بالخل، بس صدقوني طعمه بيبقى رائع وطعم الفانيليا مش بيبان قوي. تعالوا اكلمكم عن السوائل. انا هنا عندي 6 أكواب وربع من المية على اللبن. 6 أكواب وربع يعني كل كوباية دقيق استعمل لها 1 1/4 كوباية من المية على اللبن، وإن شاء الله تظبط معاكم، مش هتضيفوا ولا مية ولا دقيق. هنزل بالسوائل على الدقيق والملح والسكر والفانيليا. نزلت ب6 أكواب وربع من المية على اللبن، وهضيف بعد كده بيضة واحدة بس، مش محتاجة أكتر من كده. ممكن تستغنوا عن البيضة لو مش حابين البيض يكون في الكريب بتاعكم. هبدأ بالهاند بلندر، بالسلاح بتاع الخلاط اللي بيبقى فيه سكينة من تحت كده. هبدأ ان انا اضرب كل المكونات دي حلو جدا 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 لحد ما تنعم معايا، واتأكد ان السكر داب والملح داب والدقيق اختلط كويس قوي. ممكن نعمل الخطوة دي في الخلاط عادي خالص، بس عشان الكمية كبيرة نسبيا ممكن تقسموا الخليط على مرتين. بعد ما اتأكدت ان الخليط كله اندمج معايا كويس قوي، هنيجي لمرحلة مهمة جدا، ان لازم نصفي عجينة الكريب، لان لو تكتلات بسيطة قوي او شوية دقيق ما دابوش كده في الخليط، الكريبايه ممكن تبوظ معاكم. مصفى سلك ناعمة خالص، نبدأ ان احنا نصفي عجينة الكريب، وطبعا هيطلع معانا عجين بسيط قوي، وده وارد جدا وده مش محتاجينه خالص. بصوا نعومة العجينة عاملة ازاي، بصوا قوامها كمان، ركزوا لي في القوام. العجينة بتاعت الكريب ما بتكونش لا سايلة زيادة عن اللزوم قوي مية، ولا تكون تقيلة، هي تكون مايلة للسيولة اكتر. هنسيب عجينة الكريب على جنب ترتاح لمدة نص ساعة. ما ينفعش ان انا اخدها كده اشتغل بيها على طول، مش هتظبط معايا. وتعالوا نعمل مع بعض تتبيلة الفراخ الجبارة اللي بجد هتنقل لكم الكريب والبيتزا في حتة تانية خالص لو استعملتوها كحشوة. عندي بصلاية وعندي كمان فص من الثوم، وعشان الفراخ بتاعتك تطلع طرية وجوسي كده من جوه وبتدوب دوبان، هنحط 1.5 معلقة من الزبادي وشوية خل وشوية مية صغيرين، ونبتدي ان احنا نضرب. هنضرب لحد ما قوام البصل مع الزبادي يبقى ناعم جدا. هحط معلقة من المستردة، وهحط نص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسود، ونص معلقة من الثوم البودر والبصل البودر، وربع معلقة جنزبيل، وربع معلقة حبهان على لورا، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وكمان معلقتين كبار من الليمون. وبس كده، مش محتاجة اكتر من كده في تتبيلة البانيه. هقلب قطع البانيه في التتبيلة حلو جدا، واتأكد ان كل قطعة واخدة كمية من التتبيلة، وبعد كده هنسيبها في التلاجة مش اقل من ساعتين علشان تشرب من التتبيلة وتشرب من طعم البصل والتوابل. نحضر الكفر. هنا عندي كريسبي فراخ بنجيبه من عند العطار، بيجي خشن كده، وانا بطحنه في البيت شوية بنعمه. وكمان عندي كوباية من الفيجيتار السايب، برضو بيجي من عند العطار. وكمان عندي نص كوباية من الدقيق. المقادير دي لنص كيلو فراخ او نص كيلو بانيه مظبوطة. كريسبو والفيجيتار ده هحط على طرف المعلقة ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ ونقلب، وبقى عندنا احلى واطعم كفر للبانيه. هنسيبه على جنب. نحضر خليط البيض. هيكون عندي بيضة، رشة ملح، رشة فلفل اسود، نص كوباية لبن، ونقلب البيض مع الملح والفلفل الاسود واللبن كويس قوي. ندوب البيضة كده حلو، وبعد كده بنضيف معلقة واحدة بس من الدقيق. الدقيق هيعمل علينا ويخلي الخليط سميك شوية، بحيث ان قطعة البانيه تنزل في البيض، تاخد كمية كويسة قوي من البيض.
كمان في طبق نص كوباية من الدقيق، وعندنا البقسماط، وعندنا خليط البيض واللبن. ايد هنشتغل في المواد الجافة وايد في المواد السايلة. ناخد قطعة البانيه، ما بنفضهاش من التتبيله ولا اي حاجه، زي ما هي كده بناخدها. نحطها الاول في الدقيق، تاخد كميه دقيق حلوه، وبعد كده في البيض، وبعد كده في البقسماط بالشكل ده. وانتوا بتعملوا قطعه البانيه لازم تضغطوا عليها كده ببطن ايديكم بكف ايديكم. هتلاحظوا ان قطعه الفراخ بتتفرد معاكم اكتر وبتديكوا حجم اكبر. هناخد الطاسه اللي هنقلي فيها، نحط فيها كميه من الزيت يا دوبك تغطي لي قطعه البانيه بس، وتكون درجه الحراره متوسطه. اول ما الزيت يبدا يسخن معايا بنزل بقطع البانيه. اول ما ننزل بقطع البانيه نهدي النار شويه، تبقى بعد المتوسطه بشويه صغيرين. يعني مش عايزه النار تكون عاليه، لان لو النار عاليه الكفر هيلون بسرعه، الفراخ نفسها من جوه هتكون نيه. تشد وتاخد لون اشقر، نبتدي ان احنا نقلبها على الجهه التانيه. تاخد اللون من الجهة التانية، نرجع نقلبها تاني، تاخد لون حلو، نبدأ ان احنا نطلعها. البانيه ما بياخدش معانا اكتر من 4 دقايق على النار، 5 دقايق حسب طبعا قوة النار. بصوا القرمشة، اسمعوا لي صوت القرمشة كده، صوت يجنن يا جماعة. وبما ان الكريب بيحب الصوصات، فهحضر معاكم المايونيز بطريقته الأصلية البسيطة جدا. عندي هنا بيضة وفص من الثوم، وهبتدي ان انا اضرب البيض مع الثوم لحد ما الثوم ينعم تماما. البيض كمان يبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، يعمل كده زي فقاقيع ويتضرب حلو. هيكون عندي كوبايه الا ربع من زيت، يكون ريحته حلوه، يعني مش زيت تموين، لا نستعمل زيت كده ريحته حلوه، لان طعمه بيبان جدا جدا في المايونيز. بنزل بيه حبه حبه سرسوب. طبعا الخطوه دي برضو في الخلاط، ننزل حبه بحبه كده، وطبعا المضرب شغال. انا عندي هنا الهاند بلندر شغال مش بوقفه خالص وانا بضيف الزيت. لو بتعملي في الخلاط بتنزلي بسرسوب رفيع جدا جدا والخلاط شغال. بعد ما القوام تماسك كده بنزل بنص معلقه صغيره من الملح ومعلقه ونص من الخل. ولو حاسين القوام تقيل شويه ممكن تضيفوا معلقتين من اللبن، بس يكون ساقع. قوام المايونيز معايا بندخله التلاجة بيمسك اكتر واكتر. بسيط جدا وسهل جدا. ولو حابين طريقة مايونيز من غير بيض اكتبوا لي في الكومنتات، عندي طريقة تحفة قوي وموفرة وبتدينا ضعف الكمية. تعالوا يلا بينا بقى نسوي الكريب وركزوا معايا. انا عندي طاسة كريب بتاخد مقدار معين من العجينة. مقدار العجينة بتاعتي هيكون كوباية الا ربع الا معلقتين حسب الطاسة اللي عندك. جربي كده مرة نص كوباية، مرة كوباية الا ربع، لحد ما توصلي للمقدار المظبوط. المهم تكون طاسة غير لاصقة، تكون طاسة تيفال، ومش بالضرورة ابدا تكون طاسة كريب. اي طاسة عندك حجم كبير هتشتغل معاكي. يلا بينا بقى على البوتاجاز. النار تكون متوسطة، ما تكونش عالية قوي ما تكونش منخفضة قوي، ودهنة بسيطة خالص من الزيت. وبنزل بعجينة الكريب، وايدك تبقى سريعة، تبدأي تعمليها في جميع الاتجاهات كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا الفيديو شارح نفسه. فك من الاطراف كده والاطراف تسيب من الطاسة. ببدأ ان انا اقلبها الناحية التانية والجهة التانية، ما بتاخدش وقت خالص. وبين كل واحدة وواحدة بندهن دهنة بسيطة خالص من الزيت، تاخد لون حلو ونرفعها، ونعمل الكريبيه اللي بعدها بنفس الطريقة. بنزل بعجينة الكريب، وببدأ ان انا احرك الطاسة بشكل دائري لحد ما العجينة تمسك معايا، طبعا من فعل الحرارة. لو الطاسة عندك باردة مش هينفع معانا خالص، لازم العجينة بتاعتك تعمل تش. لو ما عملتش التش دي حقيقي مش هتبقى مظبوطة معاكي، وهتلزق وهتنشف كمان. نبدأ ان احنا نقلبها الناحية التانية، وبتاخد لون معانا. اول ما تبدأ تاخد لون اشقر كده خفيف، ممكن تطلعيها افتح من كده كمان، بحب اسويه كويس قوي. بصوا قوام العجينة ممتاز جدا يا جماعة. انا عملت هنا كل الكمية، طبعا هي كمية حلوة قوي ورهيبة، يعني ممكن تكفي معاكم لحد 5 افراد. كمية الكريب اللي طلعت معايا، بصوا طري ازاي. بعمله بايدي كده بالطريقة دي كده، طري جدا. كل حاجة جاهزة معايا وزي الفل. وقت الحشو استخدمت قطع ستريبس كانت متوفره عندي، كنت عاملاها بنفس تتبيله البانيه اللي حضرتها معاكم من شويه. انا حبيت بس احط لكم الطريقه علشان يبقى الفيديو كده شامل متكامل، ما يكونش شويه كريب بعملهم وبحشيهم. وعندي كمان صدق كنت شويه في الاير فراير، تقدري تحمريه مع بصل وطماطم وفلفل زي ما انت عايزه. وكمان عندي فلفل وزيتون وطماطم، كميات بسيطه بس علشان ما تبقاش معاكي الحشوه فيها ميه. كمان عندي جبنة موتزاريلا على جبنة تركي حوالي 400 جرام، وعندي المايونيز بتاعي. ويلا بينا نحشي الكريب. عندي هنا كريبية واحدة، ابتديت ان انا اتنيها من النص كده، وسبت كده يعني شوية كده، يعني ما تنتش للاخر علشان انا عايزة الكريبية تبقى كبيرة شوية. هاخد شوية من الجبنة الموتزاريلا وقطع الستريبس،
وفلفل وطماطم وزيتون، ما تحطوش بس كمية كبيرة زي ما قلت لكم علشان ما تنزلش المية، الخضار ده هينزل المية بتاعته وهيطري لي الكريب. انا عايزة الكريب يبقى محتفظ كده بقوامه. واحط طبعا الزيتون وفوقيهم شوية من الجبنة الموتزاريلا وبعد كده شوية من المايونيز. ولو ظابطة حدق كل حاجة متحطيش اي ملح او فلفل. لو الحاجة عندك عدبة شوية بتضيفي ملح وفلفل وكمون بسيط قوي، بتقلبيهم على بعض. وابتدي ان انا اقفل ساندوتش الكريب او الكريب. بحط كده شوية من الجبنة علشان القفلة بتاعت الكريب كده تبقى اول ما انزلها على الطاسة تقفل معايا على طول. نسيت اقول لكم طبعا في البدايه ان احنا بنحط الحشوه اللي في التلت اللي في النص، يعني هنقسم بعينينا كده النص الدايره دي لثلاث اتلات، تلت وتلت وتلت. انا بحط في التلت اللي في النص وبشكل كده زي المثلث بالظبط، زي رسمه الكريب بالظبط. جبنه، بعد كده الصدق، وبعد كده الخضار والزيتون والجبنه الموتزاريلا والمايونيز. وطبعا تقدروا تحطوا كاتشب وممكن يبقى خارجي. حته جبنه موتزاريلا بسيطه خالص تقفل معايا الساندوتش عشان ما يفتحش معايا. بسخن الطاسه بتاعتي، نفس الطاسه اللي انا سويت فيها الكريب، معلقه من الزيت تسخن كويس قوي. وابدا ان انا احط الكريبات بتاعتي. طبعا انا بحشي كله وبسوي كله مره واحده. اول ما تبتدي تاخد لون معاكم اقلبوها على الناحيه التانية. طبعا هتلاقوا ان الكريب شد نفسه كده وبقى مقرمش شويه، مش مقرمش جامد لكن مقرمش كده في عضة حلوة قوي. ياخد معانا اللون كويس قوي، ونتأكد بس ان الجبنة ساحت جوه، مش مجرد بس لون ومش اكتر. الحرارة عندي متوسطة عشان ادي فرصة للجبنة انها تسيح. الجبنة ساحت معايا وبقت زي الفل. نبتدي ان احنا نقدم الكريب. وده الكريب بتاعي. طبعا هو الكمية كانت اكبر من كده، تقدري تحتفظي بيه في الثلاجة وتقفليه كويس قوي وتحتفظي بيه في الفريزر، بتطلعيه وتستخدميه عادي خالص. بصوا بقى حشوة الفراخ، بصوا بقى مطة الجبنة كمان، وعجينة الكريب التحفة الخطيرة اللي ما بتقطمش مننا ولا بتتشقق مننا على النار. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني. أشوفكم على خير ومع السلامة.